يصبح في إمكاننا أن نتطلع إلى المستقبل. وقبل الآن فإن مثل ذلك لم يكن ممكنا إلا بالاستغراق في الأحلام أو الأوهام، وكلاهما لا تستسلم له الشعوب المناضلة، فضلا عن أن تقع فيه، بينما هي عند مفترق الطرق الحاسمة وأمام تحديات المصير. قبل الآن لم يكن في مقدورنا أن ننظر إلى أبعد من مواقع أقدامنا، فلقد كنا بعد النكسة مباشرة على حافة جرف معرض للانهيار في أي وقت، وكان واجبنا في ذلك الظرف يحتم علينا قبل أي شيء آخر أن نتحسس طريقنا إلى أرض أصلب تتحمل وقفتنا، وأرض أرحب تتسع لحركتنا. ولقد كانت جماهير الشعب بموقفها يومي 19 يونيو هي التي جعلت ذلك قابلا للتحقيق، بفضل ما أظهرته من تصميم يرفض الهزيمة ويثق في النصر. وحدد رئيس جماعة نصل الآن إلى نقطة هامة في هذه المكاشفة بسؤال أنفسنا: هل معنى ذلك أننا لا نتحمل مسؤولية في تبعات هذه النكسة؟ وأقول لكم بصدق وبرغم أية عوامل قد أكون بنيت عليها موقفي في الأزمة، فإنني على استعداد لتحمل المسؤولية كلها، ولقد اتخذت قرارا أريدكم جميعا أن تساعدوني عليه. لقد قررت أن أتنحى تماما ونهائيا عن أي منصب رسمي وأي دور سياسي، وأن أعود إلى صفوف الجماهير وأدي واجبي معها كأي مواطن. حبيب الشعب